لو فاكر ان الذكاء الاصطناعي هيريحك في شغلك وخلاص حسيت انك قفلت اللعبة، انت بتضحك على نفسك. الفكرة بتبدأ من دماغك انت، تفاصيلها من شخصيتك وتجربتك، خطة تنفيذها برضو انت اللي بتحطها. لما باجي اشتغل على مشروع معين ما باجيش على شات جي بي تي واقول له اعمل لي كذا، لا، بكتب افكاري انا في الشات واديله كل التفاصيل واقول له رتبها لي عشان اعرف اخد قرار. انا اللي هاخد مش هو، وبعدين اديله تفاصيل اكتر عشان اعمل خطتي والمراحل اللي بعد كده، واطلب منه يربطهم ببعض ويديني تحليل، واخد التحليل ده اكتب منه تاني المراحل الاخيره، وهكذا واخد ودي معاه. انا اللي بدي وهو اللي بيرتب، انا اللي بخطط وهو اللي بيحلل، انا اللي باخد القرار النهائي، عشان كده سموه شات. لكن اني افضل على وضع استقبال وهو يمليني اعمل ايه في حياتي، دي طبعا كارثه. الذكاء الاصطناعي دوره بس ينظم لك، يرتب لك، يصحح لك، يفنش الشغل، ويعمل لك الحاجات اللي فوق قدراتك او اللي هتوفر عليك وقت كبير زي صوره او فيديو او كود. انما تقول له فكر لي وخطط لي وادرس لي، معلش بقى كده انت محتاج تراجع نفسك. لو بتشتغل بالطريقه بتاعتي ارفع ايدك فوق، ولو عندك طريقه مختلفه قول لنا في الكومنتات ممكن نتعلم منك. وما تنساش ان الادوات دي مش مديرك، دي فريقك، انما المدير الحقيقي هو دماغك.